رسالة النهاردة من فيلم الحب في طابة لهشام عبد الحميد وممدوح عبد العليم ونجاح الموجي. في فترة التسعينات انتشر سفر الشباب لمدينة شرم الشيخ سواء للفسح أو للشغل، ولقلة وعي الشباب كان ممكن بيدخلوا في علاقات خاصة مع سائحات الأجانب. قصة الفيلم دي وأحداثها كانت واقعية جدا، لمجموعة من الشباب بيسافروا لمدينة شرم الشيخ في رحلة شبابية، وسواق الأتوبيس اللي كانوا مسافرين عليه كان نجاح الموجي. اتنين من اللي كانوا طالعين الرحله دول وهو هشام عبد الحميد وممدوح عبد العليم وسواق الاتوبيس اللي هو نجاح الموجي بيتعرفوا على 3 سائحات اجانب، وللاسف بيدخلوا معاهم في علاقه غير شرعيه. ولما السائحات دول بييجوا يسافروا بيسيبوا لهم جواب بيبلغوهم فيه ان هم للاسف مرضى بالايدز، ولما بيعرفوا الحقيقه وانهم اتنقل لهم نفس المرض بيحصل لهم انهيار عصبي وصدمه مرعبه، وبيبتدوا يهربوا من عائلاتهم لخوفهم من انتقال المرض ليه. المخرج قدم مشاهد الفيلم بعد اكتشافهم المرض بشكل واقعي لأبعد الحدود، عشان يكون رسالة لكل الشباب للابتعاد عن ما حرمه الله من الفواحش. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صدق الله العظيم. وفي الآية 32 من سورة الإسراء قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.